السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم التحضيرات ديال عقد القران ديال الاخت ديالي. غادي نشارك معكم بالتفاصيل كل حاجه درتها في هذا البوفي، من الحلوى، من التمر، من لمسات، اي حاجه ان شاء الله غادي نشاركها معكم تستفدوا معايا. ولا كان شي بنيته باغيه دير عقد القران نشارك معكم بعض الافكار اللي عجبت بزاف ديال الناس، ونتمنى نتوما تعجبكم. متاكده انها غادي تعجبكم. فلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليكم معايا حتى الاخر. اول حاجه غادي نبدا بها معكم طريقه تحضير لي دغاجي اللي فيها الف مبروك. كنحتاج هادو كيتباعوا هكا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلوى. كنحتاج هاد الف مبروك وهاد السنته هكا في البيض، ومع لي دغاجي كيبقاو اختياريا ديال اللوز ولا ديال الشكلاط على حسب ذوق الامكانيات. كنحل هكا راه كيكونوا لاصقين مع بعضياتهم. خليتهم في هذا اللون هذا في الدوغي. ومن بعد كنقطع هكا السنته الجهه اللي ندير بها عقيدات اللي نعقد بها هاد لي دغاجي. كنقطع الكميه اللي عندي، الكميه اللي نحتاجها، هكا كنربح الوقت باش ملي كنبغي كنفيني كلشي في دقه. صراحه البنات اللي بغاو يديروا هذا البروجي زوين بزاف وسهل. من بعد كناخذ هكا البريكه كيف كتلاحظوا باش ما كتسليش السنته، كتبقى شاده راسها. كيف لاحظتوا داكشي قطعت كلشي في دقه باش كنفيني كلشي في دقه، يعني ما كتاخذش كاع الوقت. يعني الكميه اللي بغيتو تصاوبوا واخا تكون كبيره ما كتاخذ لكمش الوقت، دغيا. من بعد ما ساليت غادي ندوز نعمر هاد لي دغاجي هادو. يمكن لكم توضعوا كيف كتلاحظوا راه كاين هنايا الوجه ما بين الظهر، فكنخلي الوجه على برا وكنعمر في الظهر. يمكن لكم تعمروها بثلاثه ولا بجوج ديال الحبات ديال لي دغاجي على حسب كل واحد شنو كيبغي يدير. غادي ناخذ 3 ديال الحبات نديرهم هكا في الطرف، غير القياس غادي نشد بها هاد لي دغاجي باش كيجيني هكا المنظر ديالها زوين. كيف كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. كنبقى نطويها بهذا الشكل هذا بحال شكل ديال الفرفاره. وكنعقدها بسنته. كيف لاحظتوا الشكل ديالها كتجي شكل الفرفره بحال هذا الشكل هذا. وغادي من بعد نزير بالسنته كندير جوج ديال العقدات. كنعاود نفيني كنكمل هاد الكميه كلها اللي عندي، عاد كندوز نلصق ليهم ديك الف مبروك. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كندير غير الجهه اللي تشد بها هاد لي دغاجي وكنشكل هكا على شكل الفرفاره باش ملي كنعقدها كتبقى لي محافظه لي الشكل، كيجي هكا الشكل ديالها مزيون. وكنعقد بالسنته جوج ديال العقدات. كيف لاحظتوا معايا سهله وبسيطه. صراحه انا كنشجع هكا البنات يديروا بحال هاد لي بروجي هادو، كيكونوا اما ساهلين ما فيهمش تماره وبساطين. كيف كتلاحظوا الشكل اللي كتجي عليه بهذا الشكل هذا.
راني نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي بنفس الطريقه. حتى كنسالي عاد كنلصق ليك الف مبروك. فهذه دغاجي يمكن لكم ديروهم الخطوبه ولا الملاك ولا الحنه وكذلك العرس، يمكن لكم تستعملوهم في هذه المناسبات كلهم. كيجيو مزيونين، كيضيفوا واحد المنظر زوين البوفي ديالكم، سواء ديال الخطبه الملاك كيف ذكرت، ديال الحنه وكذلك ديال العرس. فعروسه كترميهم في الاخر كيجيو زوينين. دابا غادي نبدا نلصق هذا الف مبروك. كنلصقهم في الوجه كيف كتلاحظوا، الوجه ديال هاد اللي دغاجي. كناخذ هكا شميعه، انا تهرس ليا البيستولي فكناخذ هكا السيليكون. الا عندكم البيستولي ديال السيليكون كتخدموا به، فانا من تهرس ليا غادي نخدم بهاد العماره ديالو. هاد السيليكون كندوب شويه في شميعه، ما كنخليش ديك السيليكون حتى كيكحل، غير كيبدا كيدوب. كنلصق هكا في الظهر ديال هاد الف مبروك، وكنلصقها فوق ديك الخويطات ديال السينتا في الوجه ديال اللي دغاجي بهذا الشكل هذا. كنبرك عليه حتى كتثبت، وكيجيو الشكل ديالهم على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين في البوفي كيف كتلاحظوا. انا غادي نشرح معكم كل حاجه درتها في هذا البوفي، الحاجه اللي صاوبتها غادي نديرها لكم في فيديو باش تستافدوا معايا، وهكا البنيتات اللي باغيين يديروا العقد يجيهم افكار من خلال هذا البوفي هذا. بالنسبه للشكلاط حتى هو ما شريتوش مغلف، غلفته. نوريكم الطريقه ديال التغليف ديال الشكلاط، سواء مربع او لا مستطيل كيتغلف بنفس الطريقه. درتو فيديو مستقل هكا كنعطيه حقه في الشرح وما كنطولش عليكم الفيديو كتملوا. فاللي بغى الطريقه ديال تغليف الشوكولاته كيلقاها فيديو بوحديتو، فيديو اللي كنخدم به بشويه وما كنزروش فيه. انا كنعطيكم غير بعض النقاط ديال تغليف الشوكولاته كيف كتلاحظوا، وبنفس الفيديو خليته بوحديتو، درتو بوحديتو هكا، ركزت فيه وعطيت حقه في الشرح. كنعطيكم فكره وطريقه لتغليف الشوكولاته في فيديو المستقل، كنعطيكم يعني كل النقاط وكل الشرح على طريقه تغليف الشوكولاته الشكلاط، سواء مربع او لا مستطيل او لا صيغار او لا دائري اوفال. كل هذه الاشكال والطريقه التغليف ديالهم درتها فيديو بوحديتو. غادي نكمل تغليف الشكلاط بهذا الشكل هذا. الشكلاط كيمكن لكم تصاوبوه بالسيليكون او لا تشريوه، تستعملوا اي شكلاط بغيتو. ومن بعد فاش غادي نسالي التغليف ديال الشكلاط غادي ندوز نديرهم دي زيتيكيت كيعطيوهم واحد المنظر زوينين. صايبتهم بهذا الشكل هذا دوائر وكذلك مستطيل، غادي نلصقهم على الشكلاط. فدرت مبروك العقد ديال اسماء العرسان، ودرت كذلك التاريخ اللي تدار فيه العقد. كيف كتلاحظوا الشكل ديالهم كيجي زوين، كذلك الشكل المستطيل. يمكن لكم تاخذوا العبارات ديال الشكلاط وتعطيوه مطبعه يصاوب لكم هاد لي سيتيكيت. انا هادو اختي اللي صوباتهم، عطاتها العبار وهي اللي صوباتهم. كيتصاوبوا بالفوتوشوب، ممكن لكم تصاوبوهم راسكم الا كنتو كتعرفوا الفوتوشوب، اولا تعطيوه شي حد في مطبعه ولا مكتبه الا كان كيعرف يخدم بالفوتوشوب يصاوبها لكم. وكاين امبريما في لوطوكولون. وكاين هاد السيغار ديال الشكلاط والتمر اللي فايت اللي صايبته معكم وحضرته فيديو بوحديتو مستقل، حتى هو كنغلفو بهاد الطريقه. غلفتو بهاد الوريقات، وريقات ذهبيين بهذا الشكل هذا، حتى هو كيضيف واحد المنظر هكا مزيون كيف كتلاحظوا. من بعد ندوز لهكا الحيوات اللي درتهم في هاد لي شاسي بحال هكا، كيتباعوا بلاستيك ولا كيتباعوا بحال هاد الشكل هذا. كتختاروا يعني لي بونبون اللي بغيتو، شكيلات اللي بغيتو، كديروا 3 4 ديال الحلوات كذلك وينكم اللي بغيتو. من بعد فاش كنسالي كنلصق فيهم هاد لي زيتيكيت اللي درت في الشكلاط، ما كنحيد لهمش الظهر ديالهم باش ما كيلصقوش بعضياتهم. كنعقدوا هكا في هاد لي ساشي بحال هاد الشكل هذا، وكيجيو هذا هو المنظر ديالهم. من بعد كناخذ هاد الطيافره هادو كندير فيهم الورد اللي بهذا الشكل هذا، كنعمرهم بالوريدات كيجيو على هذا الشكل هذا.
والضيافه الاخرين كندير فيهم سرغينه اساسيه في البوفيه المغربي. هادو كيديروا هكا بسيبورات هكا في البوفيه كيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الحلوه هذه حضرتها معكم فيديو مستقل، وتسمى هكا بريستيج تا هو حضرته معكم فيديو مستقل. عطيت كل حاجه حقها في الشرح باش هكا يعني نعطيكم الماكسيموم، وكل حاجه نعطيها حقها في الشرح. كيف كتلاحظوا كيجيو هاد التمر هذا كيجي على هاد الشكل هذا. حتى هاد الطابلو هذا صابتو في المكتبه، تا هو كيضيف واحد المنظر زوين. التشجيرات درت فيهم القران. بالنسبه لهاد السيبوغا وضعت فيها الشكلاط. حتى في البستره فايولو كيف كتلاحظوا. البوفيه هو بالدوغي والبيض، فحاولت ما امكن يعني يكون الدوغي ولا البيض غالب في هذا البوفيه. هادو مملحات. هاد الفقاس زعما حضرته معكم. الا بغيتو الفيديو ديالو راه نخليه لكم في صندوق الوصف. هاد لي دغاجيم كذلك مع لي بونبون. هاد الشكلاط بالتمر والشكلاط حتى هما حضرتها معكم. هاد الحليوه حتى هي ديال اللوز حطيتها لكم في فيديو مستقل خصها الشرح بوحديتو. كيف كتلاحظوا كتجي زوينه حتى هي فيها الدوغي والبيض. كيف لاحظتوا يعني البوفيه هو دوغي وبيض. هذا هو بلاطو ديال العرسان الخواتم والحليب. هاد الخاتومات اللي بالاسماء حضرتهم معايا واحد البنت هي طنجاويه. بنحط لكم سميتها ورقم ديالها في صندوق الوصف. كيف كتلاحظوا معايا الشكلاط كيف كيجي كذلك هادو مملحات كيف كيجي كلشي صراحه كيجي زوين بزاف. ما نساوش السرغينه والورد كيضيفوا واحد المنظر زوين. فهذا هو البوفي ديالنا. بالنسبه للعصير ما بانش في هذا الفيديو، كان في الثلاجه حتى قربوا الضيوف يجيو عاد حطيناه. فهذا هو الفيديو ديالنا ديال درب الكاغيط او درب الصداق ولا الملاك. نتمنى الفيديو ديال النهار يكون نال اعجابكم، ونكون عطيتكم بعض الافكار ديال البوفي. كيف لاحظتوا معايا افكار سهله وبسيطه، يمكن كتزيد منظر كتزيد رونق البوفي. فخليكم تكملوا الفيديو ونتمناو سعاده العرسان ديالنا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على جيم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده وتاخذ كلشي ياخذ افكار. ما نساوش الدجاج المحمر المغربي وكذلك الطاجين بالبرقوق واللحم. اطباق المغربيه ما نقدروش نستغناو عليها. وبالنسبه للعصائر اللي حضرنا في العقد رانا حضرت معكم في القناه مجموعه من العصائر. ممكن لكم تاخذوا عصائر الفواكه الموسميه او لا تاخذوا بعض الاشكال العصائر اللي درت معكم. عصائر اللي كتجي زوينه بزاف. فمن الاشياء قليله يمكن لكم تطوروها وتردوها، يعني اشياء اللي هي كبيره. الى فيديو اخر ان شاء الله، خليتكم بالف خير.